لو عندك قطعتين اتنين بس من الفراخ البانيه هقولك على وصفة تحفة هتكفي معاكي من 5 ل6 أفراد. يعني بقطعتين البانيه دول بس بصوا شرايح رفيعة كده هتعملوا أكلة هتكفي عيلة. أتمنى تتابعوا معايا الفيديو الآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هبتدي أمسك قطعة قطعة كده أقطعها صوابع بالطول، وبعد كده أقطعها مكعبات صغننة. عايزه اقول لكم يا جماعه الوصفه دي بجد لازم تتابعوا معايا الفيديو عشان بجد هتبهركم من جمالها. يعني بصدرين بس من الفراخ، مش صدرين كاملين، دول شريحه رفيعه، شريحتين رفيعين بس من صدور الفراخ. ما شاء الله هترمي معاكي يعني، وهتعمل معاكي وصفه محترمه جدا جدا. بعد بقى ما قطعت صدور الفراخ كده او شريحتين البانيه، هبتدي ان انا اديها بس غسله بسيطه كده بالميه. وبعد كده بقى هجيب طاسه هنزل فيها بحوالي 3 معالق كبار من الزيت. سيبهم يسخنوا معايا كويس جدا، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ اللي انا قطعتها معاكم. وكل اللي انا هعمله ان انا هنزل عليه برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود فقط لا غير. طبعا بتنزل ميتها زي ما انتم شايفين اهي، بعيدا عن الزيت في ميه اهي. هنستنى لحد ما تشرب ميتها تاني، وبعد كده هبتدي انزل بالمكون اللي بعد كده. انا نزلت اهي برشه الملح ورشه الفلفل الاسود، طبعا في توابل تانية هنحطها بس في اول مرحله كده هنكتفي بالملح والفلفل الاسود فقط لا غير. هبتدي بقى اقلب لحد ما تتشرب الميه ويبقى معايا الزيت بس. اول بقى ما الاقي خلاص كده مفيش غير الزيت، هكون بقى محضره معاكم فلفل بقى رومي حامي، فلفل الوان. طبعا الفلفل الالوان هيديها شكل حلو وهتبقى جميله ومفيده وقيمه غذائيه عاليه كمان. هبتدي انزل بفلفل اي نوع، وبعد كده هنزل ببصلايه كبيره متقطعه صغير. يفضل تنزلي بالبصل الاول وبعد كده الفلفل، وابتدي برضو اقلب فيهم كده لحد ما تبتدي البصله تدبل معايا والفلفل يدبل معايا. وبعد كده هننزل باخر مكون معانا. هبتدي الاول ان انا اتبلها، دي بهارات فراخ، هننزل بمعلقه صغيره من بهارات الفراخ تديها لون حلو قوي كده ويبقى طعمها حلو جدا. هنزل كمان بمعلقه صغيره من التوم البودر وبصل بودر. لو عندك جنزبيل حطي سن صغيره، ولو عندك جوز الطيب حطي برده رشه، بتبقى حلوه جدا جدا. تقليبه بقى يا سلام على ريحه الفراخ. وطبعا بظبط ملح وفلفل اسود، لان الملح اللي انا حطيته في الاول كان يا دوبك رشه بسيطه على قد الفراخ. طبعا انا زودت فلفل وزودت بصل ولسه هزود مكون كمان، فهننزل برشه بسيطه كده من الملح. بص شكلها ما شاء الله، اللون الذهبي الحلو ده وريحتها خطيره. اخيرا بقى خلاص قبل ما تيجي اطفي عليها هنزل بطماطمايه كبيره متقطعه مكعبات او طماطمتين مفيش مشكله. بصوا بقى بقلب كده من سخونيه الطاسه، طبعا هتلاقي الطماطم دبلت معايا وبقت معايا جاهزه اهو. زي ما انتم شايفين الحشوه ما شاء الله. ادي الصدرين رموا معايا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هيبانوا جدا في الصينيه ان هم رموا اكتر من كده كمان. هجيب بقى حله وابتدي انزل فيها بمعلقتين كبار من السمنه، عليهم 4 معالق من الدقيق. لو حابين ان الدقيق يبقى سايل في السمنه يبقى هتنزلي ب4 معالق، عليهم 4 معالق. بس انا مش حابه ان تبقى السمنه تقيله في الوصفه، فاكتفيت بس بمعلقتين كبار عليهم 4 معالق كبار من الدقيق. وهبتدي ان انا اشوحهم كده مع السمنه لحد ما ابتدي اشم ريحه الدقيق بتاعي. اهو نعمل بقى صوص كده حلو قوي مع مع الحشوه بتاعتي الخطيره دي، هتدعولي عليه. خلاص شميت ريحته كده، هو 5 دقايق بالظبط. وبعد كده محضره معاكم لتر من اللبن او 4 كوبايات من اللبن او الحليب. هبتدي انزل بيه كده مع التقليب المستمر، بتهدي النار وبتقلبي تقليب مستمر عشان ما يكلكعش منك. بعد ما خلاص بقى كده اتاكدت ان خلاص مفيش كلاكيع، هبتدي انزل عليها طبعا بمكعب مرقه فراخ بيبقى حلو جدا، بان بقى بنعمل وصفه للفراخ. فهننزل بمكعب مرقه فراخ، وننزل طبعا برشه ملح ورشه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. لو حابين تدلعوا الصوص ده ممكن تنزلوا فيه بقطعتين من الجبنه المثلثات، بتبقى حلوه قوي. لو عندك موتزاريلا تقدري تحطي كمان في الصوص الابيض ده موتزاريلا، هيديكي مطه خطيره، هيبقى حلو جدا. مفيش يبقى اعملي زي ما انا ما عملت كده. وممكن كمان تعملي زي ما انا ما عملت وتحطي معلقه من وش اللبن او القشطه، قشطه بلدي كده او وش لبن، بيديها غناوه حلوه جدا. ده وش لبن كان يعني بجيب اللبن اهو وبغليه وبيبات ليله في التلاجة، وتاني يوم بلاقيه ما شاء الله مطلع وش لبن كده، ببتدي احوشه في علبه كده في الفريزر، ولما بحتاجه بطلع منه اهو. كل ما ده بيتقل مني كده
اول ما تلاقيه بقى تقل منك ما تخليش النار تبقى عاليه علشان ما يكلكعش منك مره واحده، وفي نفس الوقت ايه يبقى الصوص بتاعك زي ما انت شايفه كده. خلاص كده الصوص خلصته والحشوه خلصتها، وهبتدي بس ان انا امسك من الصوص ده 4 أو 5 معالق كبار، احطهم في طبق كده واركنهم على جنب. هقول لكم هنعمل فيهم ايه دلوقتي. اهو شايفين الجمال، اهو سايل خالص ولا في اي حاجه. طب نفترض ان احنا لسه مبتدئين وكلكع مننا، بعد ما يبرد خالص اضربيه في الخلاط هيبقى معاكي زي الفل. بصوا بقى انا كنت هنا سلقه مكرونه، طبعا مش محتاجه ان انا يعني اوريكم المكرونه بتتسلق ازاي. انا سلقت مكرونه قلم، بدات ان انا اخدهم على باقي الصوص الابيض بتاعي، وابتدي ان انا ايه اقلبهم مع الصوص، بحيث ان كل مكرونه تبقى متغلفه بالصوص ده او البشاميل. طبعا انا خدت معلقتين حطيتهم في قاع الصينيه، وكنت ممكن حطيت سمنة بس حبيت ان هي تبقى خفيفة فنزلت بمعلقتين بس من البشاميل. مسكت بقى نص المكرونة حطيتها. بصوا بقى الحشوة هتفرد ازاي. الصينية دي مقاسها وسط، يعني تحت الكبير على طول، فما شاء الله يعني هتكفي لي فعلا 5 أو 6 أفراد زي ما اتفقنا مع بعض. شايفين ما شاء الله الحشوة رمت معايا ازاي. عايزين بقى تدلعوها هتحطوا بقى رشة جبنة رومي مبشورة، رشة موتزاريلا. دي هنا عندي جبنة خلطة كده بتتجاب من فتح الله، فنزلت كده ده اختياري. مش حابين يبقى كفاية الحشوة بس فقط تغيير. تمام، وهنزل برضو بباقي المكرونة بتاعتي اهي. عايزه اقول لكم يا جماعه الوصفه دي حلوه جدا ما شاء الله، وبتشرفك في العزومات، وسهله واقتصاديه جدا على فكره. يعني في صدرين فراخ وشويه يعني وكيلو لبن وكيس مكرونه هتعملي ما شاء الله عزومه يعني بجد هتبهرك قدام الناس. خلاص بعد كده بقى باخد باقي الصوص بتاعي كده وابتدي انزل. لازم اغطي الوش، لازم ما يكونش فيه مكرونه باينه عشان ما تنشفش مني لما ادخلها الفرن. طيب هي كده خلصت خلاص. حابة تضيفي بقى بيضة بشوية ملح وفلفل اسود كده وترشيها من فوق عشان تديكي اللون الذهبي، ماشي. لو عندك موتزاريلا زي كده حطي على الوش موتزاريلا عشان تديكي مطة خطيرة، ماشي. لو عندك جبنة رومي مبشورة مفيش مشكلة. عايزة تدخليها زي ما هي كده الفرن برضو مفيش مشكلة. تاخد معايا تقريبا 40 دقيقة، ساعة الا تلت تقريبا. تمام. انا نزلت هنا برشه من الجبنه الموتزاريلا حطيتها على الوش، وهدخلها الفرن درجه حراره 180. زي ما قلت لكم هتاخد معايا 40 دقيقه، وهوريكم الشكل النهائي قد ايه تحفه، قد ايه لذيذه، قد ايه بجد بجد يا جماعه، بجد هتبهركم من جمالها. يلا ندخلها الفرن ونرجع نشوف الشكل النهائي. وادي الشكل النهائي التحفه. شايفين يا جماعه الجمال ما شاء الله، جميله جدا جدا. وبجد يعني هطلع لكم كده قطعة ومن شكلها هتحكموا عليها قد ايه هي فعلا حلوة ولذيذة جدا جدا. زي ما قلت لكم هتكفي من 5 ل6 أفراد ما شاء الله. ده لو كل فرد خد قطعتين ما شاء الله مشبعة جدا جدا، والقطعة عالية يعني ما شاء الله رامية معايا كمان اهي. يا ريت بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. بجد الوصفة حلوة، جربوها وبإذن الله تعجبكم. شايفين الجمال ما شاء الله. يعني زي ما قلت لكم القطعة مالية مركزها، يعني الواحد ياخد قطعتين يبقى تمام. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.